اليوم أصدقائي غادي نحكي لكم بعض الأحداث اللي غادي يكونوا في الحلقة الأخيرة من مسلسلكم الشيق المكتوب في الجزء الثاني ديالو. يعني كيف ما شفتوا أصدقائي، أنا مسلسل المكتوب الأحداث ديالو تطورات بزاف، ظهور شخصيات جداد، ظهور الأب ديال هند. المهم أصدقائي غادي تكون الحلقة الأخيرة حلقة جد جد حزينة، بحيث أن هند التأنيب ديال الضمير ما غاديش يخليها، خصوصا انها غادي تعرف بزاف ديال الحقائق على الام ديالها حليمه اللي كانت كتبين لها باللي هي زوينه بزاف. الباتول غادي تكون متفقه مع ميلود، الباتول هي اللي غادي تبين لها الحقائق ديال الام ديالها. المهم هنايا هند غادي تكتشف بزاف ديال الحقائق وتكتشف السبب الحقيقي اللي وراء اللي خلى الاب ديالها يمشي ويخليهم ميلود. وكذلك صافي غادي يقتلها تانيب الضمير، ديما كتبقى تشوف التصويره ديال عمر وكتبقى تقول باللي هي السبب حتى انتحر، كل ما كانش ساق الخبار باللي هي كتخونو كاع ما يدير هذا الفعل هذا. وكذلك كيزيد ان ضميرها على قبل داك الولد اللي جابت الام ديالها، جابته من الخيريه وعطاتو ليها باش تمثل باللي هو الابن ديال المعطاويين، باش تبقى عايشه في الرفاهيه. في الاخير غادي يكون خصام قوي ما بين هند وما بين الام ديالها، غتبقى تأنب في الام ديالها، غتبقى تقول لها انت هي اللي خرجتي عليا وصلتيني لهاد المواصل هادو. المهم غادي تقول لها كون خليتيني في الاول تزوجت بيوسف ما كانش غادي يوقع هذا الشيء هذا. المهم وهي غادي تبدا تبكي. حليمه غادي تبقى فيها البنت ديالها، ولكن غادي تطلب منها انها تبقى مواصله في هذه الكذبه هذه وما تقبلش دير تحليله ديال هذه. ولكن هي اصدقائي عياش من هادشي كامل، فهمت اصدقائي المصير ديالها في الاخير غادي يكون هو الموت بحال عمر المعطاوي. الطريقه اللي ما جبع عمر المعطاوي فغادي تموت بها هند في الحلقه الاخيره. هند غادي تحيد اصدقائي في الحلقه الاخيره، حيت الا ما تحيداش اصلا غادي تدخل للسجن، حيت نهار غادي يكتشفوا ان عمر ماشي الابن ديالها وانها غير كانت كتكذب عليهم هاد المده كامله، فغادي تدخل للسجن. المهم اصدقائي هند غادي تحيد في الحلقه الاخيره من مسلسلكم، يعني تما فين غادي تسالي فاش غادي تنتحر هند قدام الام ديالها، هند قدام الام ديالها حليمه عفوا، فواحد المشهد جد مؤثر غادي تشوفوه في الحلقه الاخيره من مسلسلكم المفضل المكتوب. اما بالنسبه اصدقائي لسالمه غادي نشوفوا اصدقائي ان الظهور ديال الابن ديال ميلود وكذلك الزوجه ديالو اللي غادي تظهر. الابن ديالهم اصدقائي غادي يبان في الحلقات الماجين، غادي نشوفوا هذا الشيء هذا. والابن ديالهم غادي يكون معقد بزاف وما غاديش يكون كيجلس معاهم بزاف. فسالمه غادي تشير الانتباه ديالها، فعلا في الاول ما غاديش تكون حامله ولكن من بعد غادي تبدا تقرب منه، حيت سالمه اصدقائي غادي نشوفها غادي تتعرض حتى هي للخيانه. المره الثانيه انها غادي تخلى عليها في العرس ديالها وغادي تحاول تنهي الحياه ديالها، ولكن الاخت ديالها هي اللي غادي تبقى مقوياها، فغادي تراجع على هذا الشيء هذا وغتكمل الحياه ديالو. فعلا هاد المره هذه غادي تتعرف على الشخص اللي غادي يكون كيبغيها ديال بصح، اللي هو الابن ديال ميلود. الابن ديال ميلود اللي غادي تكون عنده قصه ديالو وحده اخرى، حيت الام ديالو اصدقائي غادي تكون هي الزوجه ديال ميلود، وميلود كان كيصحابو باللي هو الابن ديالو، ولكن من بعد غادي يكتشف انه هو ماشي الابن ديالو، وغادي يكتشف ان ميلود ماشي الاب ديالو. غادي يدخل في واحد الدوامه ديال الحزن حتى هو. شكون اللي غادي يكون واقف معاه في الدوامه هذه؟ هي ناس سالمه عفوا، سالمه اللي فعلا غادي تولي تتبعو، غادي تولي تبغيه، غادي تولي تجلس معاه وتفتح معاه مواضيع باش تزيد تقرب منه. كيف قلت لكم ان الابن ديال ميلود غادي يكتشف ان الام ديالو كانت عرضات الاعتداء مني كانت صغيره من طرف العم ديالها. وهذا الشيء هذا اصدقائي، المهم اصدقائي كانت تعرضات الاعتداء مني كانت صغيره وحملات به هو، وكيصحاب ميلود باللي هو الابن ديالو ولكن هو ماشي الابن ديال ميلود. هادشي كله غادي يكتشفوا اصدقائي في الحلقات الاخيره، وغادي يشوفوا انه هو غادي يبغي سليمه ديال بصح وغادي يتقدم ليها للزواج. في الاخير سليمه غادي تزوج به. اما بالنسبه لاصدقائي النسيمه، نسيمه باقي ما خرجتش من ديك الحزن ديال الوفاه ديال الاب ديالها، خصوصا انها عرفات ان المقربين اللي هما السبب في الشيء هذا، ومن بينهم المهدي هو الرئيسي في هذا الشيء. المهدي اللي انبو ضميره بزاف وكذلك ندم بزاف على الحب اللي كانت كتكنو ليه نسيم سالم عفوا نسيمه، وما كانش راد له البال. فهو الهدف ديالو في هذا الجزء هذا هو يرجع نسيمه وتولي تبغيه وتسمح ليه. فعلا اصدقائي غادي تسمح ليه النسيمه في الاخير بعد محاولات كثيره، وغادي يفهمها باللي هو ما كانش بينه وبين هند حتى شي حاجه. مهم فعلا نسيمه غادي تسمح للمهدي وغادي يقول لي علاش ما تزوجوش نمشيو نحيدو حنايا من هنايا كاع. هي غتقول له ما غاديش نقدر نخلي خشي نسيم سالمه بوحدها، فانا اللي بقيت لها ما غاديش نقدر نخليها بوحدها. ولكن اصدقائي سالمه فاش غادي تعرف على ابن ديال ميلود وغادي تزوج به، صافي نسيمه حتى هي يا اصدقائي في الاخير غادي تقبل انها تزوج بالمهدي، حيت فعلا غادي يولي يبغيها ديال بصح، وغادي يمشيو لكندا كيف كانوا كيقولوا زيما. وكذلك اصدقائي غادي نشوفوا ان
فاطمه في الاخير غتكون عارفه الحقيقه ان عمر الصغير ماشي هو الابن ديال هند، واصلا غادي تقول لهم الى قررتوا انكم تزولوا لي الابن انا هي الام ديالو غادي نفضح الحقيقه كلها. ولكن حتى هي الشعور ديالها بالذنب غادي يبقى يأنبها ديما، وغادي تولي تخاصم مع حليمه ديما، وغادي يقول لها الزوج ديالها بلي هي خاصها تقول لهم الحقيقه، حيت العائله ديال المعطاويين ما دارتش فيهم غير الخير، وكذلك هي واحده من العائله ديالهم، وما يمكنش تدخل الابن اللي اصلا ماشي هو الابن ديالهم. فداك النهار بالضبط فين غادي تقرر فاطمه انها تقول الحقيقه، داك النهار هو اللي غادي تنتحر فيه هند، حيت ما غاديش تقدر تواجه الحقيقه وتواجه داكشي اللي دارت كامل، وتواجه الخطا اللي دارته مع معاهم كاملين. وكذلك غادي نشوف اصدقاء ان يوسف فعلا باقي كيبغي هند وباقي كيبغيها كيف الاول وكثر، ولكن يوسف في الاخير اصدقائي غادي يعيش معاناه وحزن كثير، بحكم ان في الحلقات الماجيين غادي يكتشف ان الاخت ديالو خدامه مع حليمه. هو فعلا عارفه ان خدامه مع حليمه، ولكن كيسحاب ليه كسربايه، ولكن هي اصدقائي خدامه معها كشيخه. وغادي نشوفوا ان حميد فعلا غادي يرجع، وغادي يرجع للزوجه ديالو، وغادي يقول لها باش انها تسمح ليه، وغادي يبقى ساكن معاهم في الدار حيت ما عنده فين يمشي. ويوسف ملي غادي يكتشف ان الاخت ديالو خدامه هاد الخدمه هادي غادي يبغي انه يوقف على هاد الخدمه هادي، وغادي يبدا يحاول انه يتغاوز معاها. فغادي يدخل حميد وغادي يحامي عليها وغادي يقول له هي الزوجه ديالو ما عندك فيها حتى شي دخل نتايا. المهم اصدقائي حليمه في الاخير ما غاديش توصل لحتى شي حاجه، وما غاديش تحصل على والو من داكشي اللي كانت عايشه في الرفاهيه. ملي غادي تموت لها البنت ديالها غادي تكتشف انها يعني ما كانش عليها تضغط على البنت ديالها، وما كانش عليها دير دوك المخططات كاملين اللي خسرات فيهم البنت ديالها. المهم اصدقائي بهذا غادي نكون حكيت لكم معظم الاحداث اللي غادي يكونوا في الحلقه الاخيره من مسلسلكم المفضل المكتوب. لا عندكم حتى نتوما توقعات على هاد الاحداث هادو، او توقعات على الاحداث اللي غادي يكونوا في الحلقه الاخيره من مسلسلكم الشيق مسلسل المكتوب، كتبوهم لي في لي كومونتيرات لتحت. وبهذا غادي نكون وصلت لنهايه لا فيديو. كنشكركم بزاف بزاف على التتبع ديالكم وعلى الكومونتيرات ديالكم الغزالين. واللي اول مره كيشوف القناه ديالي كنتمنى انكم تشاركوا وتفعلوا زر الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد، وتزيدوا تدعموني اكثر واكثر بلي بارطاج لا فيديو. وتبارك الله عليكم اصدقائي، وباي باي عليكم.